يعني ينفع كده يا زيزو يا ابني؟ ده اسمه كلام برضه. ترفع علينا قضية وتجيب لنا الحكومة لحد النادي؟ ما تمرش فيك العيش والملح والعشرة. بقول لك ايه يا حاج حسين يا لبيب؟ بلا عشرة بلا قشرة. انتوا اللي ابتديتوا. يعني كمان مش مكفيكوا الفلوس اللي عايزين تاكلوها عليا، رايحين تخلوا الجماهير تشتمني في المدرجات وتقول جعان ومش جعان. لا 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 يا زيزو يا ابني، ما عاش اللي يقول عليك كده. وبعدين انا معرفش حاجة عن موضوع الجماهير ده. دول شكلهم كده قلة مندسة. ايوه يا اخويا، ما انتوا لما تتزنقوا تقولوا قلة مندسة. ده انا عارفهم واحد واحد وهسجنهم كلهم، بالناس اللي في النادي كمان. يا ابني طب واحنا مالنا؟ هو احنا ناقصين قواضي ومحاكم؟ ده احنا من كتر القواضي اللي علينا المحاميين في النادي بقوا اكتر من اللعيبة. وبعدين انا الماتش الجاي هعمل لك نشيد حلو في المدرجات، وهخليهم يقولوا: مين الشبعان زيزو، مين الشبعان زيزو. مبسوط كده يا سيدي؟ بقول لك ايه، انا ما بقاش يفرق معايا يقولوا شبعان ولا يقولوا جعان، كل واحد عارف تمام نفسه. المهم دلوقتي انا عايز ال 84 مليون اللي ليا عندكم، وعايزهم كاش ويكونوا ورق متينات، علشان انا عارفكم بتحبوا الفكة. يا زيزو، انت لسه لحد دلوقتي ما نسيتش لما قبضناك 1.5 مليون جنيهات حديد؟ وبعدين 84 مليون ايه اللي انت عايزها دي؟ ده احنا لو بعنا النادي مش هيجيب 50 مليون. تبيعوا النادي تبيعوا اللعيبة ماليش فيه، انا عايز فلوسي. وبعدين ما انتوا عمالين تجيبوا في صفقات صفقات، وكل شوية ترنوا في الجرس، وش لعيبة أفارقة ومغاربة، معنى كده إن معاكم فلوس. يا ابني لا، انت فاهم غلط. القصة وما فيها ان في واحد اسمه جون ادوارد الله يبارك له دخل الزمالك في جمعية كبيرة مع فرق كبيرة زي برشلونة وباريس سان جيرمان واس ميلان. واحنا اللي قبضنا الجمعية الاول ورحنا جبنا بيهم شوية الصفقات دول. خلاص محلولة، اعملوا جمعية تاني مع فرق تانية وادوني فلوسي. أصل بالذوق بالعافية هاخد فلوسي وعلى داير المليم. يا ابني هو احنا هناكلك؟ ما احنا هنديك فلوسك بس واحدة واحدة. وبعدين ما انت في الاهلي والدنيا ماشية معاك زبادي خلاط، ايش اعلانات ومكافآت وعربيات. يعني مش محتاج الفلوس ضروري. يا دي النيلة، بقولك ايه، انا مش عايز حاجة منكم خلاص، بس بشرط ما تقروش وتنقوا عليا علشان انا مش ناقص. خلاص يا زيزو يا ابني اتفقنا. اهم حاجة بس تروح المحكمة وتتنازل عن كل القواضي.